السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون لقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال الكاطو كيجمع ما بين القرمشة اللذة والخفة وفي نفس الوقت رطوبية. الطبقة الأولى عبارة عن بسكوي كيجمع ما بين القرمشة والرطوبية. كيجي بسكوي خفيف لذيذ، اون فوا كتعطيه كتحسي بديك القرمشة ومن بعد كيدوب في الفم. هو بسكوي بقوام ديال الكيك. مطولش عليكم، كنتمنى الوصفه ديال اليوم تجربوها حيت فعلا وصفه تستحق التجربه. كتجي رائعه لذيذه. كاع اللي في الدار حماقوا عليها وطلبوني نعاودها ليهم شحال من مره. ما نطولش عليكم، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه، تفعلوا زر الجرس باش ديما توصلوا بكل جديد. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج 400 غرام ديال الدقيق، خمارة من فئة 8 غرام، واحد 80 غرام ديال السكر سنيدة هكا. كيكون كاس ما عامرش، كتعمري وكتخليه تقريبا 2 ديال الصبعان. الصراحه انا ما تنبغيش الحلاوه بزاف، الا كنتو كتبغيو الحلاوه ديروا كاس عامر. هذا البسكوي هذا ما جانيش حلو في مره، زعما الحلاوه متوسطه عاديه، ماشي حلو بزاف وماشي مسوس. صافي قبيصه ديال الملحه و150 غرام ديال بالنسبه لهاد العلبه ديال الزبده اللي عندي انايا من فئه 250 غرام. كاين العلب اللي كيكون الفئه ديال 200 غرام. هنا درت النصف ديالها زائد تقريبا شي معلقه. دونك الا كنتو غتاخدوا د العبار خذوا 150 غرام. اول حاجه غادي نبداو بها هي البيض. دائما بحال اللي كنعودتكم وكنصحكم، ديما البيض ديروا وحده بوحده باش حتى الا كانت شي وحده خاسره كنتفاداو انها تخسر لينا البيض الاخر. كنديروا السكر وقبيصه ديال الملحه، ضروري الملحه كتعدل لينا الحلاوه. صافي كنجمعوا المكونات هكا بيدينا، كنبقاو نحركوا اولا نخلطوا مزيان. نقدروا نخلطوا بسباتول اولا الفويل اللي بغيتو. كنخلطوا مزيان حتى تيولي القوام بحال هكا، وفي نفس الوقت اللون ديال البيض كيتبدل وكيولي شبه ابيض. صافي من بعد ما كنخلطوا البيض مزيان مع السكر، كنضيفوا باقي المكونات اللي هما الزبده، الخماره والدقيق. بالنسبه للدقيق والخماره ضروري خصنا نغربلوهم. بالنسبه للدقيق، اول حاجه كيدخل لينا الهواء في الدقيق، فهكا كنتفاداو اننا نديرو كميه اكبر من الاحتياج ديالنا ديال الدقيق. وفي نفس الوقت الا كانوا شي تكتلات او الاوساخ كيبقاو في الغربال. بالنسبه للدقيق درت نصف الكميه وبقيت كنخلط، وبقيت كنزيد الدقيق شويه بشويه حتى تجمعوا ليا المكونات. بالنسبه لهاد الكميه خدات ليا 400 غرام ديال الدقيق. صافي كنبقاو غادي مستمرين بحال هكا كنعجنو، وحنا كنزيدو في الدقيق شويه بشويه حتى كيتجمع لينا الخليط ديال البسكويت. كنتمنى من الاخوات اللي كيتفرجوا اليوم في الفيديو ديالي فضلا وليس امرا خليو لي سبسكرايب، جيم الى عجبكم لا فيديو، وما تنساوش خليو لي شي كومونتير هكا زوين بحالكم. صافي من بعد ما عجنت العجينه، بليتو هي جمعتها، ما كتعجنش العجينه ديال البسكوي. لويتها في بلاستيك وخليتها ترتاح تقريبا نص ساعه. من بعد ما دازت نص ساعه جبت العجينه ديالي وهكا درتها في المول. بالنسبه لهذا المول هذا فيه 25 على 35، 25 على 35. صافي طلقتها هكا غير بيديا حتى طلقات كامله. من بعد غادي نمشي نوجد الطبقه الثانيه اللي دوبت فيها 100 غرام ديال الزبده، درت فيها 200 غرام ديال كاوكاو كونكاسي، ودرت فيها معلقه كبيره ديال قشور البرتقال، ونصف كاس ما يعادل 60 غرام ديال السكر السنيده. بالنسبه للمكسرات ديروا اي مكسرات كتفضلوا او لا اي مكسرات كي متوفرين عندكم. هنا زدت 100 غرام ديال اللوز. بالنسبه للمكسرات كيف ما قلت لكم من قبل ديروا اي نوع عندكم اولا كتفضلوا، سواء كركاع سواء لوز سواء بيستاش نوا دو كاجو.
كيبقى لكم الاختيار ديروا اللي بغيتو. صافي هكا لاباط كنتكوها بالشوكه كامله ضروري باش ما كتنفخش حيت فيها الخميره. صافي الطبقة الثانية اللي غنديرو هي عبارة عن مربى. بالنسبة للكونفيتور بالنسبة لهاد الحلوى كنفضل انها الكونفيتور يكون ديال المشماش، كيتوازى المذاق ديالها مع هاد الحلوى اكثر من الفريز. انا بالنسبة ليا ما كانش متوفر عندي المربى ديال المشماش، فدرت ديال الفريز هو اللي كان عندي، حتى هو جا زوين، ولكن المربى ديال المشماش كيجي احسن في المذاق. صافي كنديروا الخليط من الفوق ديال الكاوكاو كونكاسي اللي وجدنا، كندريسيوه مزيان بشي سباتولا. بالنسبه للفران كيكون مسخن على 180 درجه الحراره وكنخليوه على 180. بالنسبه لهاد الحلوه دات ليا 30 دقيقه في الفران، شعلت عليها غير من التحت ومن بعد عاد شعلت عليها من الفوق تحمر، طفيت من التحت وعاد شعلت من الفوق. صافي هكا. بالنسبه لهاد لي بيبيت ديال الشوكولا كيبقاو اختياريين، تقدروا ديروهم اولا تستغناو عليهم. من بعد ما وجدت لي الحلوى خرجتها من الفران وخليتها تبرد. بالنسبه لهاد الحلوى من الاحسن انها تتبرد، هنا ما كانش عندي الوقت بزاف دونك خليتها تقريبا هي شي 10 دقائق. منين كتبرد كاوكاو كيتجمع، داكشي علاش كيسهل علينا اننا نقطعوها، ما كيبقاش يتفرسس معنا كاوكاو. صافي كنقطعها بحال هكا. خديت بالنسبه للطول اولا العرض قطعتها على 5، تقدروا تقطعوها الحجم اللي بغيتو، كيبقى لكم الاختيار على حسب الحجم اللي بغيتو. وعاوتاني قطعتها على العرض على عاوتاني على 4 ديال الأقسام. من بعد ما كنقطعها على الطول والعرض، هنا درت 3 ديال الاشكال كيف ما لاحظتوا معايا في الفيديو الاولاني. في البدايه ديال الفيديو وحدين مربعات قسمتهم على 2 مثلثات، وكاين اللي خليته عادي زعما هي مربعات عاديين، ما عاودتش قسمتهم مثلثات. هنا بالنسبه للتقطيع كيبقى لكم الاختيار، تقدروا ديروا الشكل اللي بغيتو. من بعد ذوبت شوكولا. هنا الشوكولا من الاحسن ديروا نوعيه تكون مزيانه. هنا درت اقبال، ولكن تحبب ليا ما عطانيش الشكل اللي كان خصو يعطيني في هذا الكاطو. صافي درت هكا غير من الجناب. تقدروا ديروا مثلا نصف اولا اللي بغيتو، اولا تقدروا ديروا الشوكولا ابيض. ديروا مثلا نصف ابيض ونصف اسود. هاد لوكاتو كيجي المذاق ديالو رائع بزاف، وحتى الشكل ديالو زوين، ولكن ملي كتكون الكاميرا الجوده ديالها ناقصه ما كتعطيش الحق ديال الحاجه وما كتبينهاش بالطريقه اللي خصها تبان فيها. بالنسبه للزين كيبقى لكم الاختيار في الابداع. انا درت اشكال مختلفه، كاين اللي خليتهم مثلثات هكاك، كاين اللي خليته بحال هكا غير مربعات، والشكل الثالث هو اللي زينته بالشوكولا من الجناب. وصلنا نهاية الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان الوصفة تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تشاركوا معايا في القناة، تشاركوني بالتعليق ديالكم وارائكم. ما تنساوش الضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. والى عجبكم الفيديو خليوا لي جيم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.